القناه السنه دي سنه 2025، وديت واحده من سلسله محاضرات كثيره جدا لنوادر المتحف المصري. ونوادر بمعنى ان انا بفصص لكم المصطلح كده، بفصص لكم الاثر النادر اللي هو ممكن ما يبقاش مشهور قوي، بس انا شايف ان هو مهم جدا. اوكي، فدي ميزه هذه المحاضرات، انها بتعرفك على زاويه ثانيه، بوابه ثانيه من بوابات التاريخ والاثار بتاع البلد. كلنا عارفين رمسيس، كلنا عارفين كذا، تمام، وهنقول برضه عن رمسيس وكل حاجه، بس نبتدي بحاجات ونخش في حاجات اكثر ندره. حلو كده؟ طيب، للناس اللي مش في الارشاد السياحي، الناس اللي مش في الاثار، احنا هنتفق ان في 30 اسره في مصر القديمه قسمها مؤرخ. دي مش تقسيمه واحد ولا تقسيمه مصر قديم ولا تقسيمه ملك في مصر القديمه، دي تقسيمه واحد بعد. فاذا هذه التقسيمه قابله جدا انها تتغير، قابله جدا انها تتزود، وده اللي حصل. ال 30 اسره اللي احنا كلنا ذاكرناهم دول زادوا بقوا 31. الجديد بقى في احتمال ان احنا نخش على ال 32. ربنا يزيد. 30 34. فدي ميزه التاريخ المصري. وعشان كده الناس اللي زي حالاتي اللي هم بقى لهم السنه دي 40 سنه بيشرح تاريخ مصر، السنه دي السنه ال 40 بتاعتي، الحمد لله عندنا عمليه فلكسبيليتي جامده جدا في ان انا اشرح التاريخ، لان تاريخنا مفتوح للجديد، مفتوح للايه؟ للاشياء اللي ممكن تزود فصول وتلغي فصول على الجانب الاخر. طيب، فقال لك 31 جت منين دي يا عم بسام؟ قال لك لان في ناس قبل توحيد القطرين ممكن يكونوا ساعدوا في حاجه اسمها باللغه العربيه ارهاصه، اللي هي الحاجه اللي بتحصل قبل حاجه جامده مقدمة، او حاجه قبل حاجه انجازيه. مقدمة. يعني انت عايز تنجز حاجه في ارهاصه قبليه. اللي مش عارفين ايه كانت ارهاصه الثوره، مش عارفين كانت بتحصل مشاكل ايه عشان ارهاصه الحرب كده. وحرب ايوه عشان انا اسكندراني ومش عايز ايه القلش اللي هيشتغل بعد كده، مش حرب هي حرب، ماشي عشان نخلص من دي الاول. ماشي. طيب، يبقى اذا قال لك المجموعه اللي جت قبل توحيد القطرين ده، وانا عملت كده عشان توحيد القطرين دي فيها مشكله عندنا في التاريخ. هل هو النعر مر اللي هو بقى نار، ولا هل هو من اللي هو اسمه بالمناسبه ورا هوريكم قد كده هو في الباترينا الزجاجيه دي، فهتلاقوه من مش مينا. وده اللي احنا بنعمله برضه في محاضراتنا، ان احنا لو تسمح والله الو كويس كده. فقال لك طيب في فولورز اوف حورس اللي هم الناس اللي كانت ماشيين من اتباع حر اللي هو حورس بعد كده، كويس، ودول ممكن يبقوا فيهم اسماء جامده قوي، بل ربما يكونوا هم مش ساعدوا بس في الارهاصه، بس ممكن يكونوا ساعدوا ذات نفسهم في التوحيد. منهم مثلا ملك شهير جدا عندنا اسمه ملك العقرب. فالناس كانت قالت طيب عندنا اثر ملك عقرب، قال لك وانا عملت محاضره لطيفه كده في ساقية الصاوي مره كده من كام شهر، ورحت عملت مماثله مش مقارنه بقى، مماثله مقابله ما بين الملك العقرب وما بين نعر مر شخصيا، لدرجه ان انا اقترحت ولم اثبت ب 100%، ولكنه لا يربو الى مستوى الحقيقه التاريخيه، وانا لازم ابقى ترو للتاريخ وترو للحقيقه التاريخيه. وبالتالي اقول بمنتهى البساطه ان من الممكن جدا ان الملك العقرب، اشكرك فندم، الملك العقرب يكون اسفه جدا لان انا واقفه بره